نعمة العروض دينكم يا ناس. هذا الجاب بن عاشر من هون، وهو نفس الجابة الإضاءة، هو نفس الجابة الوسيلة. هذه هي العقيدة كما جاء بها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكافية الشافية. وإذا التقرير الآخر بالمعاني والتقسيم هذه الصفات اجتهاد دعا إليه الرد على المشتبهين. واضح. هذو الناس اللي ردوا على المشتبهين، لكن الصنتول قال من شوف من أكبرهم، من أكبر المتكلمين الفخر الرازي، ارجع عنها علم الكلام رجوع نهائي. ما هو أبو الحسن الأشعري وحده هو اللي رجع كيف قلنا النقبي، ارجع عنه الرازي الفخر الرازي وقال إيش قال؟ نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من درسنا طول بحثنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وقال إنه رجع إلى تقرير الصفات، يقول الرحمن على العرش استوى استواء لائقا بجلاله وكماله، وقرر العقيدة على وفق أهل السنة والجماعة. هذا الجويني أيضا هو من أساطين أئمة علم الكلام، رجع وقال ركبت البحر الأعظم وخضت في كل شيء نهى عنه أهل العلم بالعقل طلبا للحق والتحقيق، والآن أموت على ما عليه عجائز نيسابور، فإن لم يتداركني الله برحمة منه وفضله فالويل لابن أمي الجويني. راجع عنه. الآخر قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المخارم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقني أو قارعا سن نادم. معناها عن أئمة علم الكلام رجعوا عنه، وألف في هذا المؤلفون. هذا جسوس عندك المغربي العالم على توحيد ابن عاشر اللي كنا نتكلم فيه في شرحه له، قال ما ذهب إليه المتكلمون من أنه لا بد من تقرير العقيدة بأدلة علم الكلام ليس بالصواب، وإنما هو خطأ، بل معرفة إعجاز القرآن كافية وحدها. فإذا عرفنا أن القرآن معجز لمعارضه فقد ثبت لدينا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نوخه على وجوهنا ولا نمسولين حد. هذا المعنى نظم بابه للشخصية. وقال يقول معرفة الإعجاز للقرآن تكفيك من أدلة الإيمان، وعلم ذلك البليغ يعلم بديهة عربه والعجم، وغيره يعرف بالدليل إعجازه بعجز كل جيل. هذا الذي قد رجع الكلام إليه فاحفظنه والسلام. بارك الله فيكم شيخنا، نسأل الله بأسمائه